السلام عليكم، اهلا وسهلا الغزالات الفنات المتتبعات الوفيات. صافا لاباس عليكم؟ فيديو جديد وروتين جديد اختي، روتين مطارطق فيه بزاف ما يتشاف وبزاف ما يدار اختي كما شفتوا في الاول د لا فيديو. باش ما نزيدش نحرق لكم المراحل، تبعوا لي الفيديو من الاول حتى الاخر ان شاء الله. فيديو غادي تستافدوا منه، غادي يعجبكم، غنخرجكم معايا، غنشوفوا الاجواء، غنشوفوا الاثمنه، غنديكم معايا لواحد البلاصه زوينه بهذه المناسبه اللي قريبه ان شاء الله، اللي هي العيد الاضحى. عندنا حنا كمغاربه وكجميع امه المسلمه كما كنقولوا، والعرب كاملين فيما كاينين اختي. تحيه لكم كبيره وديديكاس لاي واحد كيتفرج فيا اختي من كل بلاد ومن اي بلاد. وإلا كنتي اختي من خارج المغرب ضروري تخلي ليا من اش من بلاد كتفرجي فيا، واختي تا في المغرب خلي ليا من اش من مدينه متبعه قناتي. المهم هنايا غندير لكم لا فيديو بلي بانك بلي كريب البنات، غنوجدوا لي كريب مع بعضياتنا. تبعوا معايا الطريقه، راه كريب ناجح وخفيف بزاف بزاف وما غاديش تشبعوا منه، غيحماقوا عليه الوليدات. فهنا اختي شاركت معكم المقادير، ونبداو في طريقه التحضير مباشره. 2 بيضات بحراره المطبخ كديريهم ليا، وكديري واحد الساشي ديال الفاني، واحد قبيصه ديال الملح، وكاس ديال الحليب، وكاس ديال الماء، وكاس ونص ديال الطحين، و2 معالق الزبده دايبين. سينو كديري الزيت بلاصه، وكديري على حسب الذوق واحد 2 معالق ولا 3 ديال سنيده. صافي اختي، المكونات جد بسيطه وسهله. الحليب يعني بحراره المطبخ، الماء من الروبيني، الطحين ديال الحلوه، وصافي، و2 بيضات بحراره المطبخ. كتميكسي ليا كلشي، ما عندكش هذا الميكسور هذا، فاختي تقدري ديري مولينيكس هكايا اولا طرب اليدوي وتطربي مزيان مزيان. صافي اختي، درت هنا كاس ونص ديال الطحين مع كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء كيخليه يجي هشيش بزاف بزاف، والحليب كذلك. صافي اختي، ميكسي ديال كلشي. الخليط خصو يجي جاري بزاف على ديال البغرير، خصو يجي جاري كما كتشوفوا بحال هكا، وضروري انه يتميكسا مزيان باش داك الطحين ما يخليلناش دوك الحبيبات هكايا صغيره ورقيقه. صافي اختي، مباشره كدوزي طيبيه، ما فيه لا خميره لا خماره لا حتى شي حاجه. غسلي يديداتك وجمعي الروينه ودوزي طيبيه لي مباشره في واحد المقله اللي ما كتلصق ما حتى شي حاجه. طيفه بحال هكا ديال البغرير، راه من اول وحده كيجي ناجح، كيجي خفيف فيه شي قطني وما غاديش تشبعوا منه. هكايا مع الشكلاط اولا العسل اولا املو اولا كل واحد وشنو معايا غيبغي يديرو، ولكن معروف بزاف انه كيدار مع الشكلاط. وهكايا الا عندكم البنانه اختي اولا فريز اولا اي حاجه اي فاكهه كتعجبكم فتقدروا تزينوا بها بالصحه والراحه، راه كيجي احسن بكثير من ديال الزنقه اولا بحال ديال الزنقه. فاش ما نحقروش اختي صحاب الزنقه، ولكن راه هذا كيطلع اقتصادي بزاف، عكس انك تشريه ب20 درهم ولا 30 ولا 40، يعني من 20 الفوق كيبدا. فهنا غتوجدي كميه مزيانه وغادي ياكلوا مالين الدار كاملين وثمن جد اقتصادي. صافي اختي، راه دغيا في البلاصه كطيب، وكتعاودي تقلبيها على الجهه الاخرى. واحد الجهه كتجي هكايا محمره كما شفتوا، واحد الجهه كتجي غير فيها نقيطات هكايا، وصافي. المهم عطيتكم الوصفه اختي من القلب وجاني ناجح. ديجا راني شاركتها معكم واحد المره، كنديروها هكا مره ما كنشاركوش معكم، يعني جربته معكم واحد المره، وهذه ثاني مره قلت ضروري نشاركوا مع البنات هكا نفكرهم فيه هكا كفكره اختي، للفطور اولا للكوتي اولا لشي خريجه هكا بالويكاند، الوليدات في العطله. المهم تبدلوا هكا شويه داك الروتين ديال الحرشه الملوي البغرير، فاتالي كريب زوينين وسورتو الوليدات الصغار غيحماقوا عليهم. وشوفوا لي اختي الفقاعات اللي كيجيو فيهم، راه كيجي ناجح 100%. واخا تكوني ما عمرك اختي درتيه غادي ينجح معك، غير جربيه وردي عليا في لي كومونتير، واللي ديجا كديروا تقول لي واش نفس الوصفه ديالي كدير بحالها. صافي اختي، هانتيا شوفي لي البويقات كيجي بحال محلول، يعني تقدري الورقه تحليها على جوج، كيجي زوين البنات. ايوا صافي، هذا ما كان فطرنا اختي. هنايا راه وجدتو للفطور، فطرنا راه غير شاعله البوله ديال لاوط.
حيت ما بقيتش كنبغي نحل السرجم هكا بزاف، غير الغبره كتدخل وكاينه واحد الريحه د الايامات فين كيدخل ليا ديك الرمله الرقيقه. فصافي هذاك الشيء باش وليت كنشعل هكا الضوء حتى اللي شي ولا عاد كنطلع هكا شويه السراجم. صافي اختي هالتي الكميه تبارك الله ما شاء الله، غير 2 بيضات. شوفوا شحال عطاتني كميه زوينه. فطرنا هكا وشاطو شي حبات، وراه ما كيتعجن البنات ماشي شي حاجه كما كتشوفوا، راه ما كيتعجن ما والو. تقدري هكا تطويه وديريه كيف تلعبي به كيف ما بغيتي، ما كيوقع له حتى شي حاجه، كتعاود تحل وما كيتقطع ما حتى شي حاجه. يعني الوصفه ناجحه مليون في المية. وتا المذاق عرفتوه هشيش، ماشي شي حاجه شي عجينه هكا خضراء اولا يعني كيشبع، ولا بالعكس راه كتاكلوه وكتبغيو تزيدوا الثانيه والثالثه. وسورتو هكا الا كان الشكلاط زوين اولا داكشي باش عمرتوه زوين، فراه غادي تاثيريو الوليدات اكثر واكثر وغادي يعشقوه. فاختي كلات اسراء عجبانه، كنطيب الاولى ديالي كاع كلاتها هي والله العظيم. صافي هنايا الشكلاط عندي صراحه غير يلا نيت خديته باش ندير لي كريب. خديت غير هكايا ديال الطاسه. صراحه ماشي زوين بزاف في المذاق، يعني ماشي بحال النوتيلا ولا، ولكن قضينا به الغرض هكا، يعني تقضيو به الغرض الوليدات. صراحه اول مره انا نجرب هذا الطاسه الحمراء بحال هكايا. فكناخذ هذاك من بين بريبيلا ولا بريبيسا شي حاجه بحال هكا البنات. المهم فيها البيك شي سميه بحال هكا. صراحه هذاك زوين ومقبول. هذا ديال الطاسه خديته غير من الحانوت. فمذاقه عادي، يعني ماشي شي زوين دايز وصافي تقضي به الغرض. صافي اختي كتقدري ديري هكايا كما درت الاولى، كديري الشوكولا ديالك وكطويها هكا مثلثه وتزينيها بخطوط الشكلاط من الفوق اولا بالبنان اولا اللي بغيتي. وكاين عاوتاني اللي كيديروا بحال هكايا مربع، وكاين اللي كيطويه بحال هكا. المهم حاولت انني نعطيك هكايا كيفاش كيتقدم، وانت اختي تقدري تقدميه كيف ما بغيتي. في الاخر راه كيجي زوين البنات والله العظيم، الا خفيف وهشيش ماشي شي واحد اللي كيفرع في المعده ولا. صافي فطرنا تغدينا بداكشي اللي قسم الله. ما شاركش معكم باش ما يجيكمش لا فيديو طويل. واختي في العشيه مشينا وخرجنا باش نشوفوا الاجواء ديال العيد وديال الحوالات حنايا، نشوفوا الاثمنه ونشوفوا السوق كيفاش دايره اختي. فهاد الايامات ولاو لي فيديو غير ديال الحواله وديال العيد كيطلعوا لينا، وديال الاسواق المغربيه هكايا ديال الاسبوعيه اللي كتكون. فكنتفرجوا غير في تيك توك او انستغرام ولا فيسبوك اختي. فمشينا حتى حنا نعيشوا الاجواء على ارض الواقع. مشيت انا وراجلي وبنتي. كاين هنا واحد الكوري كما كنقولوا، يعني هنايا قريب ماشي بعيد لينا في نفس البلاصه، ولكن تمشينا واحد شويه مع كانت العشيه. فاستمتعنا والله العظيم. واخا يا اختي راه الاثمنه لا تفرح ولا يعني ما كتبشرش بالخير. كنا كنقولوا الدرويش يقدر يعياد وداكشي، فإلا بقات الاثمنه بحال هكا اختي فالطبقه الوسطى ومحال واش غادي تقدر تعيد والله العظيم. الاثمنه طالعه بزاف. كيقولوا يقدر السوق يطيح في الاخر هكايا وكل شيء عيد وسميتو. فكنتمنى واختي يعيد اللي عنده واللي ما عندوش، وكل شيء يفرح ويفرح الوليدات وكل شيء يعيش داك الاجواء. ماشي النص معيد او النص غير كيشم الريحه وكيشوف الدخان وداك الشيء. فاش نقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله العظيم ما عرفناش هذا الشيء واش من الكبار واش من الصغار واش من المواطن واش من الدوله واش الله اعلم اختي. حيت ما نعرف. كيقولوا انهم الحواله ما تطلقوش كاملين. كيقولوا انه الشناقه هما اللي كيغليو، كيقولوا انه المهم كل واحد اختي وهضرتو. نتوما تكونوا كتشوفوا دوك لي فيديو غتشوفوا كل شيء. فما عرفناش. حنا كنتمناو الخير وصافي. الله ييسر والله يرزق والله يسهل على اي واحد وعلى كل شيء ان شاء الله، وكل شيء يعيش الاجواء. فكنتمناو الخير لكل شيء والله العظيم. المهم هنا البنات راه هادو كيبداو من 76 الف ريال الفوق اللي هي 3800 درهم. يعني 3800 درهم الفوق. ما كاينش قل في هذه البلاصه هذه، في هذا الكوري هذا دابا اللي كتشوفوا ما كاينش قل من 76 الف ريال اولا 3800 درهم لتحت. وعاوتاني كاين كوري اخر اللي عاوتاني ما كاينش من تحت 6500 درهم، يعني 130 الف ريال لتحت ما كايناش. كاين غير الفوق 130 140 150 اللي هي 6000 6500 7000 درهم 7500 8000 درهم والفوق على البنات. فكاين هذاك السردي وكاين ديك بحال السردي، هو ماشي السردي ولكن من زعما من ديالو.
وكاين عاوتاني هادو العاديين، وكاينين خروفات، وكاينين مع هادوك الجديان. ومهم كاينين هاد البلاصه كبيره تبارك الله ما شاء الله، وكاع الخير كاين فيها والله العظيم. وكل بلاصه مخصصينها لواحد النوع ديال الحواله. فتستمتعنا بعدا وخرجنا شويه وشفنا الاجواء وكاينين الناس. مشينا هنا راه كان نهار الاثنين، يعني النهار الاول ديال الدخول المدرسي بعد العطله، واخا هكا كانت الدنيا عامره يا البنات تبارك الله ما شاء الله. الحواله زوينين وكاين الجوده وكاين كل شيء، ولكن الاثمنه لحد الان راه باقا طالعه. يعني بنادم الا كان عوال غيموت في ديك 3000 درهم ولا 4000 درهم كاع ويتقاتل ويشري، واخا راه غاليه، فاختي راه محال انه يقدر يعيد بحولي. فغيمشي يحيد بشي هكايا شي خروفه شي حوليه، او لا غادي يشوف شي حل. هادشي اللي كاين. الحولي يعني قل من 3500 كما قلت لكم لتحت، يعني صغير بزاف وضعيف بزاف ومدعوق بزاف وما غاديش يعجب اي واحد، فهمتوا؟ فالله يسر الجميع والله العظيم. هنا البنات فنين هادو كاملين، والاغلبيه ديالهم راهم مبيوعين تبارك الله. يعني الناس راها شرات، وكاين الناس اللي كانوا شراو البارح وجاو عاوتاني كيعاودوا يشريو اليوم. هكا كانوا الناس كيهضروا حنا كنسمعوا، فالناس شراو واخا طالع الثمن وشراو بدوك الاثمنه، ولكن كل واحد وجهد. والله يسر الجميع والله العظيم. هذا ما كنتمناو الخير لكل شيء. فانا فاش كنت في دارنا وكنت باقا زعما في صغيره شويه، 11 عام 12 عام 9 سنين 10 سنين، زعما باقا عاقله على هذا العمر هذا. فرا في سميتو كنا كنعيدوا بالحولي، عرفتوا؟ تبارك الله ما شاء الله كيكون الحولي نيت، وقسما بالله ما كنكذب البنات، كيكون الحولي كبير وغزال. وكنعيدوا ب 40,000 ريال 46,000 ريال اللي هي 2000 درهم حتى 2300 درهم. كنجيبوا حولي بقرونو والحمو، عرفتوا؟ كتصدق الدواره ديالنا ما كاين حتى شي واحد والله العظيم. ولكن دابا ولينا كنشوفوا الاثمنه خياليه، ما بقاتش اختي كاع ديك 40 ولا 50 ولا 60 كيدوروا نهائيا. فاختي العام الفايت تحرمنا وما عيدناش. عاوتاني هاد العام بنادم كاين اللي يقدر ما يقدرش، الا بقى هاد السوق بحال هكا ولا بقاو هاد الاثمنه بحال هكا، راه كاين بزاف اللي ما غيقدروش. فنتمناو خير ان شاء الله ويطيح السوق وكل شيء عيد، كل شيء عيد. ودوك الاجواء اللي ما عشناش البارحه خصنا نعيشوها هاد العام كاملين. ماشي البارحه البنات، الاجواء اللي ما عشناش العام الفايت فنعيشوها هاد العام كاملين. الله يسر الجميع. وخليو لي اختي في التعاليق كيش جاوكم، والناس اللي مشاو للاسواق حتى هما يقولوا لنا كي جاوهم الاثمنه، واش شريتوا واش مازال. فالله يسر الجميع. شوفوا هاد المعازه عاوتاني هاد الجديان، راه الرخيص فيهم داير 46,000 ريال اللي هي 2300 درهم. يعني الصغير فيهم هنايا كتشوفوه داير 46,000 ريال اختي. الله يقدرنا والله يسهل علينا، وان شاء الله نهار نشري غنشارك معكم وغنقول لكم حتى الثمن ان شاء الله باذن الله. فشوفوا تبارك الله ما شاء الله، هادو هما الصراده الحولي السردي، وهادو اللي معلمين كاملين بالخضر راهم مبيوعين. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. كاين التني، كاين اسنان الحليب، كاين الرباعي، كاين المهم هادو هما الاسماء اللي كيقولوا لهم. وتبارك الله ما شاء الله الخير كاين اختي. الله يقدرنا وصافي والله العظيم. كلهم فنين تبارك الله ما شاء الله، ما كاينش لعيب فيهم، ولكن الاثمنه شويه طالعه. فاختي ضربنا دوره واستمتعنا ودخلنا وشفناهم وقسناهم وسولنا على الاثمنه ديالهم وهكايا. يعني عشنا واحد الساعه ولا ساعتين هكا زوينه، وخرجنا اختي وعاودنا مشينا تمشينا هكا ورجعنا للدار. فهادو عاوتاني اللي هنا غير نعجات هكا بوليداتهم، يعني ماشي د العيد، فغير كيرعاو هكا. صراحه الاجواء فنه في ديك البلاصه، بحال شي مزرعه بحال شي فيرما، كتدخلي لها كتستمتعي والله العظيم. فاختي الله يدير شي تاويل الخير للجميع. هنا رجعنا للدار، خدينا اختي سفنجات، راه كلينا جوج في الطريق اختي انا واسراء. انا كيعجبني السفنج سخون 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 سخون، كنستمتعوا انا كناكل والله العظيم. صافي عمرت بريريد اتاي وحطينا هاد السفنجات كلينا، وعاد اختي نط درت العشاء حيت تمشينا كما قلت لكم وجانا الجوع. فهنايا درت واحد البصيله شحرتها مزيان مع زويته وشويه د الملحه، وزدت عليها حتى تشحرات ودبلات، وزدت عليها صدر الدجاج، ودرت شويه د البزار شويه ديال السكينجبير والخرقوم. صافي اختي وخليته حتى هو تشحر. هنا البنات غنوجد باستيشيو اولا شنو سميتها اولا الكغاطا، مهم باستيشيو. النيه ديالي انني ندير باستيشيو اختي.
المهم صافي شحرتهم مزيان وشويه ديال صوص الصوجا. فردوا البال الملحه حيت صوص الصوجا اصلا مالحه، يعني ديروا قياسكم وخليو داكشي يتشحر مزيان على واحد العافيه اللي مجهده واحد شويه باش هكا داك الدجاج ما يطلق لكمش الماء ديالو. وخليوها تشحر مزيان وطفيو عليها. في هذا الوقت هذا اللي كنت كنشحر هذا راه درت بطاطا تقلاليه مكعبات. تقدروا تقطعوها فريط طويله ولا مكعبات كتجيني احسن. صافي اختي درتها حتى هي تقلى وبديت كنوجد عاوتاني صوص بيشاميل. فاش طفيت على الدجاج وجدت صوص بيشاميل، درت واحد 2 معالق كبار ديال الزبده، خليتها كذوب واحد شويه، زدت عليها 2 معالق كبار ديال الطحين وصافي. وبديت كنزيد في الحليب، درت نص سيطرو ديال الحليب. انا كنزيد وانا كنخلط، انا كنزيد وكنخلط مع شويه د الملح وشويه د البزار. الا عندكم اختي الكوزه تقدروا تحكوا واحد شويه، سينو تستغناو عليها، راه ماشي ضروريه نهائيا، ولكن كاين اللي كيديرها. صافي اختي بقيت كنحرك، راه دغيا دغيا كتختار، دغيا كتختار، غير ردوا معها البال. نتوما كتحركوا هي كتختار، وما تعقدش ليكم بزاف حيت راه من كتبرد كتزيد تعقد اكثر واكثر. فكاين اللي كيبغيها عاقده اولا جاريه شويه. صافي اختي راه دغيا كتوجد كما قلت لكم. ها نتوما غير ردوا معها البال وبقاو تحركوا فيها باش ما تحرق ما تلصق ما حتى شي حاجه. صافي هذا هو القوام المناسب. طفيت عليها وكما قلت لكم فاش بردات راه زدت اختارت. صافي اختي غنسالي غير الفريت ديالي وغادي نبداو في الدريساج اولا الدريسي في الدريساج ديالنا النيت في المول ديالنا. صافي اختي بغيتي ديريها في مول كبير واحد ديريها، بغيتي ديريها في لي مول صغار ديريها. المهم انا دائما البنات كنقول غادي كنت هادي ديال الطين شريت منها 2 وتهرست لي وحده وبقات وحده، فدائما كنقول خصني نزيد منها ونشري واحد 4 ولا، فما عمرني عاود لقيتهم والله العظيم. فزوينين هادو هكا الكغاطا ولا باستيشيو ولا الفران اولا حتى البيض هكايا البصاره شي حاجه كيجيو فنين. فاختي صافي بديت كنوجد فيها. درت شويه ديال صوص بيشاميل هي الاولى، ودرت هكايا الدجاج فقسمته على 2. بغيت نديرها في مول كبيره البنات ولكن عاوتاني جاني كبير بزاف وغتجي الحشوه صغيره في وسطو، فصافي قلت غنديرهم في هاد 2 هادو باش يجيو عامرين وزوينين. صافي اختي فرقت الدجاج ديالي وداك الحشوه اللي عندي عليهم 2، وغنزيد بطاطا كما كتشوفوا كتجي مكعبات كتجي زوينه. كاين البنات اللي كيبغي يزيد لي باط ممكن يزيدوهم مع بطاطا، وكاين اللي كيدير بلاصه بطاطا لي باط يعني كيستغنى على بطاطا نهائيا. فاختي انا كنفضلها بطاطا كتجي حسن حيت لي باط كينشفوا وكتجي يابسه وناشفه من الداخل فما كتجي زوينه. انا كنفضلها بحال هكا. وممكن بلاصه الدجاج انكم ديروا هكايا ديروا الكفته اولا ديروا الصوصيص اولا ديروا اللي بغيتو اختي داند فيمي ولا شي حاجه. فانا دائما طاكوس هاد باستيشيو هادشي كامل كنفضلو بالدجاج. وهنا البنات احنا الصدوره ما كناكلوهمش هكا في الطاجين ولا المرقه ولا غير كيبقاو ليا من الدجاج. فجمعت دابا عندي واحد شويه الصدوره فين كندير بهم هكا شاورما اولا باستيشيو اولا شي حاجه بحال هكا اللي غادي يتكالوا فيها. صافي اختي حكيت عليهم الفرماج مزيان مزيان ودخلتهم للفران يتزغاتيناو بحال هكا. داك الفران كيتحمر وداك الخليط اللي داخل كيدوب في بعضياته وكيتخلط مع بعضياته. صافي اختي راه كتجي بحال هكا معلكه وزوينه. وهذا هو لا فيديو ديالي هذا النهار، نتمنى يعجبكم وتستافدوا منه شي حاجه. وإلا عجبكم خليو لي لايك ولي كومونتير وبارطاجيو لا فيديو هكا. وضروري تخليو لي اختي الاجواء كي دايره عندكم في مدينتكم من ناحيه السوق والاثمنه ديال الحواله ديالنا.